السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. كنتمنى لجميع المتابعين اللي عندي في القناة رمضان مبارك سعيد، والله يتقبل قيامنا وصيامنا. اليوم غنشارك معكم هاد القنينطات بواحد الحشوة رائعة كتجي معلكة وبمذاق رائع. هنايا عندي 400 غرام ديال اللوز مفسخ وطحنته مع السكر حتى ولا هكا عقد ليا مزيان، وغادي نزيد عليه واحد 300 غرام ولا 250 غرام ديال اللوز محمر في الفرن بدون قشره، وطحنته مع شويه ديال سكر كلاصي، وغادي نزيدو لهاد اللوز هذا اللي طحنته مفسخ بدون قشره. من بعد غادي نزيد هنايا واحد المعلقه كبيره ديال المربى ديال المشماش. هنايا عندي البرتقال درتو، يعني مشماش برتقال كيتواتى مع اللوز. من بعد غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الزنجبيل معسل. هاد السكينجبير معسل راه كيتباع في جميع المحلات، في لاكوب، في يعني الناس اللي هنا في ايطاليا في لاكوب، في ايروسبين، داكشي راه كاين كيتباع فيه، كيكون هادشي ديال اللوز كونكاسي وهذا تما راه كيتباعوا ساشيات صغيورين. من بعد غادي ندير واحد قشر حامضه. قشر الحامض كيعطيه مذاق زوين. من بعد ما درت هاد قشر حامضه غادي نزيد واحد المكون اخر، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، وغادي نعلك بيديا واحد شويه كما كتشاهدوا. من بعد غادي ناخذ واحد هذا هاد البول هذا ديال الروبو، غادي نضيف فيه ديك الحشوه، وغادي نديرو يدور ليا يتعقد ليا مزيان مع مزهر. كنبقى نزيد ليه مزهر وهو كيدور، كنزيد ليه مزهر وهو كيدور حتى كيولي ليا عقده هكا. لاحظوا كيفاش معلك هكا، كديروه في يديكم كيولي معلك صافي. وكنحبس المجموع، درت ليه واحد جوج معالق كبار ديال المزهر صافي. وكيدوروا الروبو. اللي ما عندهاش الروبو تعلكو غير بيديها حتى تشوف العقده ولات هكا تعلكات. من بعد غادي ناخذو هنايا الورقه، وغادي نصنعو حرابيل. غادي ندير هاد قنينطات، غادي نديرو حرابيل. ما بغاتش قنينطات ممكن ديرهم هكا صغار، ولا ديرهم بريوات، كيجيو رائعين. حشوه رائعه صراحه، حشوه غزاله. كندير هاد الحرابيل اللي يكون فيهم واحد 15 غرام ولا 16، المهم 15 حيت انا كبرتهم شويه. اللي عندها الورقه غير صغيره دير فيهم غير واحد 12 13 ما تفوتهاش. انا عندي الورقه مربعه وشويه كبيره، يعني هاد القياس قدني. من بعد ما ساليت بديت كنعبرهم باش نخليهم نفس القياس.
هنايا عندي الزبده نوازيط اللي كتجي زوينه وكتعطي مذاق رائع. كنضيف لها واحد شويه ديال الزيت نباتي، وكناخذ الورقه ديالي وتنرد الباقي في البلاستيك باش ما تنشفش. لاحظوا الورقه ديال الروز كي دايره كتحمق صافي. وغادي ندهن هي الورقه كل ما عطيتيها الزبده والزيت كل ما كتجي مقرمشه وكتجي غزاله صافي. وغادي ندهن مزيان هاد الطبقه. الجهه اللي حرشه هي دائما اللي كنديروا لداخل وكندهنوها، جهه رطبه كتكون دائما على برا. صافي. وغادي ناخذ هذوك الحرابيل الصغيره اللي درنا وغادي نوضعوهم في الوسط، وغادي نلويو عليهم واحد شويه الورقه ونبركو عليهم، يعني كنبسطوهم بهذا الشكل هكا كيتبسط. ومن بعد غادي نلويو الجوانب، هو الجوانب ضروري يكونوا مقادين نفس القياس، ما غاديش نكبروا جهه ونصغروا جهه، نفس القياس. وتندهنوهم عاوتاني هما وتبقاو ندوروا. كنديروا يجينا بحال شكل يعني ديال المسطره، ماشي السيجار. السيجار كيجي طويل ورقيق، هذا كتجي مبسطه صافي. وغادي نعاود واحده اخرى عاوتاني، وغادي نبقى على هاد الطريقه حتى نسالي جميع القطع ديالي. انا هاد الحشوه هذه خرجت لي 40 حبه، والورقه كانت فيها 40 ورقه، جاتني النيشان معاها ولكن شاط ليا شويه، والباقي درتو في ميكا وخبعته في المجمد حتى نبغيها عاوتاني صافي. وغادي نعاود نفس الطريقه وغادي نبقاو نحطوهم في اللاطه ونخليوهم حتى ينشفوا لينا مزيان. اللي بغى يقليهم كيقليهم، المهم انكم تخليوهم حتى ينشفوا عاد تقليوهم. اللي بغى يدخلهم الفرن كيدخلهم الفرن، انا كنفضل دائما الفرن، كنبعد على المقليات صافي. كنبسط مزيان هاد الحشوه ديال اللوز. اللي بغى كاوكاو يديرهم بكاوكاو، ولكن كيبقى دائما اللوز انا كيعجبني على كاوكاو. اللي بغى يخلط ما بين كاوكاو واللوز مثلا يدير شويه من هنا شويه من هنا ممكن. المهم كل واحد كيدير اللي يعني اللي في استطاعته، كيدير المذاق اللي كيبغي هو صافي. وكنبقاو ندهنوا ليها حتى لتحت ديالها باش كيجي لاصق لهذا الشكل. لاحظوا كيجي الشكل ديالها جميل بزاف صافي. وغادي نستمر على الطريقه حتى نسالي كلشي. بعد ما ساليت الحشوه ديالي كلها، الورقه ديالي كلها، الحشوه شاط ليا منها هذا القدر هذا. والورقه ها هي الورقه اللي ما عارفاهاش هنا في ايطاليا، هي هذه الورقه كتكون عند شناوه غزاله مصنوعه من الرز، ماشي من الطحين، من الرز. وهذه غادي نجمعها وغادي نخبيها حتى نستعملهم في حوايج اخرين. هنايا من بعد ما نشفوا ليا هاد القنيطات لاحظوا كيجيو رائعين. هنايا غادي ناخذ الزبده نوازيط كنخلطها مع الزيت نباتي وكنبقى ندهن ليهم مزيان الفوق ديالهم. وعندي في هذه الاثناء الفرن راه كيسخن، حيت انا ما بغيتش نقليهم. اللي باغي يقليهم يقليهم، انا كنفضل الفرن خصوصا في شهر رمضان، يعني بنادم يتفادى المقليات حيت غير صحيين، والمقلي ما كيتهضمش يعني بطريقه سريعه. هنايا من بعد ما دهنتهم غادي ندخلهم الفرن في 170 ونخليهم حتى يطيبوا ليا ونخرجهم. من بعد ما تحمروا ليا لاحظوا تحمروا. هنايا وجدت العسل واحد الطاوه، والعسل راه بارد والقنيطات سخونين، يعني غادي نلحوهم نيشان
وغادي نخليوهم في هذا العسل يباتوا ليله كامله. اللي ما بغاش تخليهم ليله كامله ديرهم تخليهم في العسل غير واحد الساعتين صافي وتقطرهم من العسل. انا خليتهم في العسل ليله كامله باش العسل كيدخل لداخل الحشوه وكيتعلق اكثر وكيجي يعني حتى الحشوه كتجي شاربه العسل وكيجيو رائعين صراحه، كيجيو فنين. الطريقه هذه وراتها لي الاخت ديالي اكرام صراحه كديرهم بواحد الطريقه يعني كيحمقوني، وتبعت طريقتها جاوني غزالين 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 صراحه، الله يعطيها الصحه. كويزين غيتا ادم اللي باغي يتبعها في انستغرام، يعني واحد الانسانه اللي عندها زعما عندها ما تقول في في الطبخ صافي. وهنايا غادي نبقاو كندوروا عليهم العسل، يعني البلايص اللي ما وصلهمش العسل حاولوا ما امكن ديرهم في شي اناء اللي شويه كبير باش كلهم كيتغطسوا في العسل مزيان صافي. وكبقاو مره كندوروا عليهم العسل وخليتهم ليله كامله. لاحظوا من بعد ما فقت الصباح هنايا حطيتهم في هذه الشبكه هذه وكيتقطروا ليا. لاحظوا العسل كيجي فوقهم لاصق مزيان، يعني كيجي العسل. كيعجبوني شي دوك البريوات اللي كتدخلهم في العسل كتحيدوهم ما كيشربوش العسل. وكانت هذه هي النتيجه الاخيره من بعد ما تقطروا ليا من العسل وزينتهم بهذا الشكل هكا. يعني نسيت ما قطعتش معكم شي وحده باش تشوفوا الداخل ديالها، نسيت صراحه حتى صورت وساليت عاد تفكرت معليش. الطريقه كتجي واعره والمذاق واروع صراحه. اللي بغى تتبع نفس الطريقه غادي تحصل على نتيجه بحال هذه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجربوا هاد القنينطات.